السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. طبعا بشكر كل حبايب قلبي اللي دخلوا وانضموا للقناة بتاعتي. بجد ما لكوش بابا فرحانة قد ايه لما قناتي بتزيد باحلى اخوات. طبعا. ما تنسوش اهم حاجة اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله لكم. نخش بقى كده على الفيديو دوت. كلنا عايزين نعرف مين اللهو الخفي اللي محمد استقبله في المطار وجابه عنده الفيلا يعمل مقلب. طبعا المتابعين كلها حيرانين ومش عارفين هو مين. اولا محمد بدأ يعمل فيديوهات زي حمدي، يعني بيلعب بقى كده على فضول المتابع، وبيعمل بقى حتة كده سسبنس ان هو يعمل ال الفيديو بتاعه على جزئين، وبيقفل بقى كده في حتة شيقة علشان خاطر المتابع يبقى قاعد كده متشوق ومستني الجزء التاني ينزل بفروغ الصبر. طبعا عايزين نقول لك يا محمد، جميل الفيديوهات اللي انت بتعملها ديت، بس الصراحة التصوير كان سيء. يعني حمدي اما كان بيعمل الفيديو او المقلب بتاع اللي هو كان برضو لابس فيه وش كده وكان بيخوف الاولاد اما جبنا العمرة، كان في اضاءة كده خفيفة وكنا شايفين حمدي وهو بيتحرك، وهو وفاء برضو وهي بتتحرك معاه، والاولاد كنا شايفينهم. وما بيطلع من الشباك كان بيصور، يعني كان بيصور لنا جميع اللقطات اللي هو بيصور فيها، والدنيا ضلمة برضو وفي نور، يعني كنا شايفين بصراحة. بس محمد كان بيقطع النور في الفيديو خالص، ما كناش شايفين، كانت الشاشة سودة خالص، يعني حتى الخيالات ما كناش شايفينها. فكانوا حتى ابسط حاجه مش عارفه، بس هو محمد قاصد حاجه من حته انه يخلي الفيديو ضلمه. يعني كان ابسط حاجه، مع يعني ما حدش فكر فيها ان هو يبقى معاه تليفون إنه ينور الكشاف بتاع التليفون. يعني هي الاء كانت مبينه لنا ان هي خايفه وميته من الخوف. طب انت خايفه مش منوره التليفون بتاعك ليه؟ يعني احنا كلنا بننام والتليفونات جنب مننا. ابسط حاجه هتقومي تمسكي التليفون وهتنوري الكشاف بتاعك. وكمان طلعتوا لغايه رحتوا تشوفوا الاوضه بتاعت يحيى صاحي ولا نايم ومش مولعين الكشاف. يعني بجد يعني مش عارفين بس ايه. محمد حابب يسبق الدور على المتابع ان هو طبعا يحيى ما يعرفش والاء ما تعرفش مين اللي هو استقبله في المطار. بس اوح كلنا يعني شاكين ان هو اكيد زياد. وما فيش حد تاني ممكن يروح لهم الامارات غير زياد. حسن طبعا لسه ما ينفعش يسافر لهم دلوقتي. مش عارفة محمود، يعني هو محمود عادي ممكن يسافر، بس مش عارفة هو محمود ده معاهم في البيزنس أو الشغل اللي هو في الإمارات دوت ولا لأ. أنا عارفة إن حسن ويحيى ومحمد وحمدي، مش عارفة محمود معاهم برضو ولا لأ. وأولادهم زياد برضو ليهم نسبة وجزء، يعني برضو زياد بيروح باسم اخواته وبيخلص ومشترك معاهم في البيزنس دوت. طيب يا ترى مين احنا شايفين؟ بصوا الشكل كده اللي هو قدام منكم. اولا لابس اللي هو السوت شيرت تقريبا اللي هو بتاع ذا جابرز، واحنا شايفينه كده ان هو زياد، يعني هيئة كده وجسم ومشية زياد. فنستبعد بقى، في ناس بتقول حمدي، في ناس بتقول محمد اخو الاء. لا طبعا احنا برضو مستبعدين خالص محمد اخو الاء. دوت مش جسم محمد اخو الاء خالص. محمد اخو الاء قصير ورفيع، دوت ما شاء الله اللهم بارك، لا طويل وعريض، يعني جسم زياد. هو اكيد هو اللي هيروح لهم دبي، وهو اللي محمد استقبله وهيعمل فيه المقلب. استغربنا بقى ان الاء وهي قاعده على السرير بتقول له يا محمد يا محمد قوم شوف مين اللي بيخبط كده. محمد عمل نفسه بقى اللي هو ايه، مش من هنا خالص، مش سامع الصوت ولا كأني في اي حاجه، كأني الاء دي مجنونه بتسمع يعني الاصوات كده مع نفسها. بتقول له ايه ده معقوله ده يحيى؟ طب قوم شوف يحيى بيخبط كده ليه. يعني حتى الاء الصراحه عايزه اقول لها انتي فاشله خالص يا الاء في المقالب. بجد يعني ما تزعليش مننا. الاء منين ما تيجي تعمل مقلب بيبقى باين خالص ان هو متفق عليه. الاء مش عارفه تتكلم، مش عارفه تسبق الدور، فاهمين؟ تحس ان هي طالعه حافظه كده كلمتين وبتقولهم كده من غير حتى اي سسبنس ولا اي اداء بصراحه. لا يعني الاء بطبيعتها بتعرف تمثل اكتر من كده. اما اللي قولوا لها بقى اعملي نفسك اللي انت متفاجئه، اللي انت مش اخده بالك، اللي انت مفجوعه بتتكلم. طب قوم شوف كده هو اخوك بيخبط كده ليه. يعني عمر ما في واحده آه
هتقول كده بالطريقه، يعني الطريقه ما كانتش حلوه. يعني ابسط حاجه لو اخو جوزي بايت في البيت، يا محمد ده يحيى بيخبط، شوفوا لا يكون محتاج حاجه. يعني عارفين الطريقه تبقى مثلا اشيك واحلى من كده. ايه ده، هو يحيى بيخبط علينا كده ليه؟ لا يعني الطريقه ما كانتش حلوه. باين خالص ان هي مقفوره يعني، ومصطنعه باين خالص اللي هي عارفه. ابسط حاجه، طب الحق يا محمد، قوم في خبط بره، شوف لا يكون يحيى محتاج حاجه، بيدور على حاجه، عايز حاجه، قوم شوف اخوك ماله. فاهمين كده يعني؟ الطريقه هتكون كده. وطبعا استحاله محمد هيعمل المقلب دوت بجد كده في الاء، وان هي تخاف. اولا يا جماعه دي واحده حامل، استحالة. ممكن يقولك من الخضة تقوم تجري تصوت، تتخبط في حاجة، تقع لا قدر الله، يحصل لها حاجة وهي حامل. وخصوصا كمان ان هي كمان عندها العصب السابع دوت، ولا ليه زعل ولا ليه خوف ولا ليه خضة. فاهمين؟ لا قدر الله، ده في ناس من الخوف دول يا جماعة بجد اخف لحسن تعبانة قوي واخدة دور. يعني الحمد لله والله، دور برد مسويني، الحمد لله. ف يعني استحالة بجد محمد يخض آلاء، لان زي ما قلت لكم العصب السابع دوت ملوش ولا زعل ولا خوف ولا خضة ولا كده. ده في ناس من كتر الخوف على فكرة ان هي اتفجعت لا قدر الله بتفقد النطق، ان هي ممكن ما تتكلمش، ان هي تجيلها حالة عصبية كده، صدمة عصبية. فاهمين؟ تبقى خايفة، تبقى مصدومة. فطبعا استحالة محمد هيعمل حاجة زي كده ويجازف بآلاء ويفجعها الفجعة ديت او يخضها الخضة دي. ويحيى بقى طبعا دوت ملهوش دعوة بأي حاجة، ولا بيخاف ولا بيعمل رياكشن ولا أي حاجة. تحس ان يحيى كده هو مسالم، وانتوا أنا ببقى عارف فما بتفاجئش. ما بيبقاش فيه أي رد فعل خالص من يحيى، ولا في ايه ولا مش في ايه ولا أي حاجة. حتى اما قال له انتوا بترشوا عليا مية، اما جه بقى طبعا اللهو الخفي عمل نفسه اللي هو بيرش ميه كده على يحيى، قام لهم وقال لهم انتوا بترشوا ميه عليا؟ قالوا لا ما حدش رش عليك ميه. فمحمد بيقول لها الاء انت رشيتش ميه على يحيى؟ قالت له رشيت ميه فين، ما انا قاعده جنبك اهو. يعني عارفين تمثيليه كده كلهم متفقين عليها. بس ماشي حلوة. هو محمد حابب برضو يعمل كنوع تغيير كده في القناة، ويعمل مقالب بقى كده هوت وتحديات بقى ومش عارفة ايه كده وحركات زي المقلب اللي كان عامله حمدي. بس بصراحة حمدي أستاذ، يعني حمدي ملك المقالب وبيتقن المقلب صح. يخليك انت فعلا قاعد كده مقتنع ان فعلا المقلب مقلب يعني، والعيال خايفة بجد والوش بجد بيثبت كل حاجة. بس محمد طبعا لسه كده في الاول، ولسه جايب الوش بقى دوت كده جديد، فبدأ يعمل المقلب دوت كده هوت ماشي حلو. طبعا احنا قاعدين مستنيين الجزء التاني، وكلكم تتوقعوا كده في الكومنتات يا ترى مين. احنا بنقوله زياد. فشوفوا برضو كده هوت، انتوا برضو تتوقعوا مين. وهيبان بقى في الجزء التاني ان شاء الله اما محمد ينزله، هنعرفوا بقى مين اللهو الخفي اللي وصل لهم الامارات. والصحبة هتكمل بقى كده، واكيد هيعملوا فيديوهات حلوة كده مع بعضهم طبعا لو زياد ده راح، لان انتوا عارفين محمد ده وزياد بيحبوا بعض قوي 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 يعني، وكانوا مرتبطين ببعضهم قوي. اما كانوا هنا في اسكندرية قبل ما يسافر محمد، كان على طول زياد بيصور مع محمد، ومحمد بيصور مع زياد، وكان على طول عنده رايحين مشوار سوا، رايحين بيعملوا محمد بيصور فيديو، كان يبقى زياد هو اللي بيصوره. فانتوا عارفين ان هما كانوا قريبين قوي 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 من بعضيهم محمد وزياد، واني بيقول هو كان وحشني قوي 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 ونفسي اشوفه، وهو انتوا كمان بتحبوه، فما في مين غيره. اكيد اكيد زياد. معلش انا الفيديو دوت كحيت فيه جامد جدا والله، لاني ما كنتش قادره اتكلم، بس قلت اطلع واسجل لكم الفيديو دوت. طبعا احنا قاعدين مستنيين الجزء التاني وهنشوفه بقى وهنعرفه مين اللهو الخفي. فلغاية ما نعرفه مين، توقعوا بقى انتوا كده في الكومنتات واكتبوا لي زياد ولا مين. وطبعا يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد
انا بنزله لكم. وتاني مره بشكركم كل متابعيني اللي دخلوا ونوروني بالاشتراك في القناه. وما تنسوش تحطوا اللايك، ها، عشان في ناس بتتفرج وبتنسى تحط اللايك الجميله. طبعا دوت اللايك دي بتدعموا اختكم باحلى لايك في الدنيا. وما تنسوش طبعا تدعوا لي بصلاح الحال ليا وليكم. هتوحشوني واستنوني في فيديو جديد. مع السلامه، سلام، مع الف سلامه.